علي العنزية رحب في المدرب. دائما في كل مباراة بالذات المدرب مع النصر يتكلم ان النصر لا يستطيع الانتصار عليه الا بركلة جزاء. اليوم النصر انتصر. يا ابني غير هذا. لا بس هذا كلامك. المفهوم هذا. بس هذا كلامك، هذا مش مفهوم. تروحوا بعيد. غير هذا المفهوم. اي بس هذا مفهومك انت، كلامك انت مش كلامنا احنا. لان في طيب خليني اكمل بس. اسمع، انا قلت في مباراة ولا في مباراتين حصلت هذه الاشياء وحكيت تلك المباراة، ما حكيتش قصة النصر كاملة. لا بس انت كنت تقول انه النصر لا يستطيع الانتصار الا بركلة جزاء. النصر كبير وانا احترمه واحترم المملكة العربية السعودية ودوري روشن. ما لا تقولني ما لم اقول. في مباراة حصلت فيها اشياء حكيت تلك المباراة فقط. لا بس كان كلامك يا كابتن اذا انت تعمل به حكم مطلق فهذا فهمك انت. لا بس هذا كلامك انت. هي كلامك بس مش مطلق، مش حكم مطلق يا بني. اليوم فيه ضربة جزاء ولا في نوع من هذا الشيء، هذا ما في شيء. مباراة عادية وباركت للنصر الفوز، هذا ما فيها شيء يا ابني. ليش نروح للماضي وننتج وندور عليه زي كذا؟ ليش ندور عليه؟ يا اخي اعطي الارقام هذه وواحد كلام. انت اول مرة تتكلم بس على الارقام، بالعادة تتكلم على ركلات الجزاء. مش على